اخوان شوفوا الكاسكروت هذا في السنغال فاش لقيناه. شوف نكمل لكم. ورحمة الله وبركاته. الاخوان شوفوا الماكله فاش تعطى هنايا في الدول الافريقيه. جريده جزائريه دعويه فيها ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى واحاديث نبويه. هاد الجرائد هادو تيتصدروا لدول اعجميه ما تتقنوش اللغه العربيه وقليل فيهم اللي تيتكلم بها. لهذا غادي يمتهنوا هاد الجرائد هادو وغادي يدنسوهم وغادي ما غاديش يقدسوهم، ولكن المسؤوليه على من؟ على السلطات الجزائريه اللي تتسهل مرور مثل هاد الجرائد هادو. شوف هاد المشكلات. هذا فين هو الهم ديال الدوله الجزائريه؟ هذا ماشي هو الهم ديالهم. الهم ديالهم هو تشويه الاسلام، تشويه الاسلام ونشر الفوضى الخلاقه المنظمه واختراق المنظمات الارهابيه في افريقيا وتسهيل التمركز الايراني في افريقيا ونشر الماركسيه والشيوعيه والالحاد. هذا هو الهم ديالهم. اما نصره الاسلام فهذا غير كلام تيتقال. لذلك في الممارسات الدينيه في الجزائر هي فقط تاتي تحت الضغط الشعبي، ضغط الشعب المسلم الجزائري. اما العسكر فهذا ما تساوي عندهم الدعوه الاسلاميه. هذا ما تنقولوش حنا تحريضا على الحكام، على الخروج على الحكام، على الخروج على النظام، ولكن هذه رساله لبعض الدعاة اللي تيحرضوا ضد المغرب. تنقول لهم اذا اردتم في الدخول في معركه مع المغرب، في معركه ايديولوجيه فكريه، حطوا في عينكم نصب اعينكم انكم بين نظام اماره ملكي ونظام اشتراكي ماركسي شيوعي. لذلك اذا بتحكم بالحق وبجيت بطريق الحق فلا تحكمن بما سمعت على الوراء، إن شئت عدلا فاحكمن بما ترى، فلرب أنباء أتتك مريبة أعمت عيونك عن الحقيقة ما جرى.